تخيل انك اتسقطت في جزيرة مهجورة ومعكش غير ذكائك لمدة 3 ايام. هنواجه الاختبار النهائي. الصيد والجمع والبقاء في عالم ما وصلتهوش الحضارة. كل قرار ليه أهميته، كل لحظة تحدي، وكل ركن فيه لغز مستني يتكشف. 3 أيام، مهمة واحدة، مغامرة ما بتنتهيش. اهلا بيك في تحدي العمر. يلا نبدأ الصيد. كل يوم الأسلحة تبقى أصعب وأصعب، الأراضي كمان هتبقى أصعب وأصعب. أول يوم معايا الرمح اليدوي ده. الطريقة اللي بيشتغل بيها إنك تمسك الطرف ده من هنا وتسحبه لقدام وبعدين تسيبه وبوم. ده إن شاء الله هيكون الطريقة اللي هنصطاد بيها الحيوانات. ده القارب الصغير اللي هنلف بيه خلال الأيام الجاية. مش عايز أحمسك زيادة، بس كل يوم هنستخدم سلاح مختلف. يا رب ما جوعش في أي يوم من الأيام دي. إحنا دلوقتي سايبين الجزيرة ورا. هنبدأ نمشي على طول الشاطئ، بندور على الشعاب المرجانية القريبة من الشاطئ اللي إن شاء الله يكون فيها سمك شعاب لذيذ. تمام؟ إحنا لسه دخلنا الخليج الصغير ده دلوقتي. زي ما أنت شايف إحنا محاطين بكل الكتل المرجانية الكبيرة دي حوالينا. المية شكلها صافية جدا. يلا نشوف إذا كنا حنقدر نلاقي أكل. المطر نازل جامد يا راجل، الوضع هنا جامد فعلا. هنضطر ننام هنا شوية بعدين، تمام؟ ممكن نحاول نلاقي أكل ونفضل في المية طول ما المطر شغال. بس ده مش هيكون ممتع بعدين، ده أكيد. يا راجل الموضوع صعب جدا هناك عشان تجيب أكل. الرمح صعب جدا. أنا حرفيا بلعب كأني ساعة شعير يا راجل. يا راجل، الخطة مش ماشية زي ما كنا متوقعين. دلوقتي يا جماعة اللي بفكر فيه دلوقتي إنه بما إننا مش قادرين نلاقي أي حاجة في الشعاب الساحلية دي، أظن لازم نطلع شوية أعمق ونشوف لو نقدر نلاقي هدف أكبر. واضح ان الموضوع صعب جدا بالرمح ده اني اضرب سمك صغير. اظن محتاج استهدف حاجة اكبر شوية. ممكن نضطر نسبح شوية أبعد ونلاقي شعاب مرجانية جديدة قريبة من الشاطئ، وبعدين نشوف لو نقدر نجيب أكل. الخطة مش ماشية زي ما كنا متوقعين. دلوقتي يا جماعة الدنيا برد جدا وفي عواصف جامدة حوالينا دلوقتي.
انا فعلا متجمد من البرد يا راجل. تمام، احنا لسه واصلين دلوقتي، وراينا جزر غريبة جدا، بس زي ما انتوا شايفين الدنيا بتمطر، فشكله كده مش هنعرف نولع نار النهاردة يا جماعة. الخشب هيبقى مبلول خالص. واضح ان المكان ده كويس لاسماك الشعاب زي التريفالي والماكريل والحاجات دي كلها، فخلينا ندعي ونشوف لو نقدر ننزل المية ونشوف ايه حوالينا. احنا فعلا محتاجين نصطاد حاجة للغدا عشان احنا جعانين جدا دلوقتي. هنجهز نفسنا وندخل المية، لازم نصطاد حاجة بسرعة وسهلة دلوقتي يا جماعة. انا جعان جدا بجد. واو يا راجل، شوف الاجواء هنا عاملة ازاي. ده مش معقول. يا نهار ابيض يا جماعة، المكان ده زي قرية صيد قديمة مهجورة زي ما انتوا شايفين، وكمان في اجمل خليج ممكن تشوفه في حياتك. انت بتهزر دلوقتي؟ عندنا نخيل والمية هناك صافية زي الكريستال. يا راجل، ده اللي هناكله على الغدا. ده فعلا اللي بنسميه ليزر جاكيت يا جماعة، وده يمكن يكون من أكبر اللي صدته في حياتي. بصراحة أنا شايف إنهم من أحلى الأسماك اللي ممكن تتاكل. أكتر حاجة بحبها فيهم يا جماعة هي جلدهم. هوريكم إزاي بننضفهم، الموضوع فعلا جامد. هتشوفوا بنفسكم. ليه بيسموه ليذر جاكيت؟ عادة بنمسك السكينة وبنمسك السمكة كده، ونقدر نشيل الجلد كده على طول بالشكل ده من فوق راسها كده بالظبط. أنا اتخلص من الجلد، احنا مش محتاجين أي حاجة منه. بس بصوا على ده يا جماعة، بصوا على بق الحاجة دي، ده جنان. بصوا على السنان اللي هنا. انت مش عايز تقرب صوابعك من ده، هياكلك حرفيا. غريب قوي، انت كده يا صاحبي بتخليهم عريانين. يلا نشيله من على وشه. بالظبط كده. دي واحدة من أكتر الحاجات المرضية على كوكب الأرض. شيلها كده على طول زي ما عملت. بوم! تخلص من ده. تمام، زي ما انتم شايفين احنا لسه جايبين لحمة جميلة. هعمل طريقة سهلة لتنظيفهم. هقطع ورا عينه على طول، وبعدين هنوجه السكينة ناحية جسمه، وكل اللي هنعمله إننا هنطلع كل أحشائه. وكده تقريبا هنشيل راسه وكل أحشائه مرة واحدة زي ما انتم شايفين. ده كله الجزء اللي مش عايزينه، بقينا معانا الراس والأحشاء.
اسهل طريقه ننظف ده هناكل القروش، وبكده هيفضل معانا كل اللحم الجميل اللي على الجسم زي ما انتم شايفين كده. تمام، هنخلص من البواقي هنرميها في الموج عند الشاطئ مع التماسيح وكمان القروش. وفاضل معانا القطع الجميله دي من اللحم هنا. تمام، هنجهزهم دلوقتي. محتاجين نجمع شويه جوز هند من النخل ده. يلا بينا. تمام، عندنا الشباب المحليين هنا. انت هتطلع الشجره لنا يا اخويا وتجيب لنا شويه جوز هند، ماشي؟ ماشي. انا هعملها، بس يعني مش عايز احرجه قدام الناس، فقلت يعني نخليه هو اللي يعملها. ايه رايك؟ بص كده، حاضن الشجره دي زي الدب، بس هو حرفيا سلاح فتاك. الشجرة دي لازم تكون على الأقل طولها 15 متر. أوه، جايين مجموعة كبيرة. أوه، دي صفقة ممتازة. هتجيب لي جوز الهند؟ انا جايب لك سمك يا اخويا، ده شغل ده شغل. احنا فعلا هنستخدم جوز الهند ده علشان نطبخ السمك جواه، فاقسمه نصين. جاهز؟ ابعد ورا. اوه تمام. عندنا نص جوز هند جميل هنا. هات سمكة. أوه، كمان عندنا سلطعون ناسك جه يحضر الحفلة، بس لو صفرت له فعلا بيطلع. ممكن تشوف ان لحم السمكة دي فعلا جامد شوية، وده كويس عشان هيفضل محافظ على شكله واحنا بنطبخه في الليمون وكل الحاجات دي. تمام، انا بس بقطعهم لمكعبات صغيرة كده زي ما انت شايف هنا. تمام، عندنا السيفيتش بتاعنا هنا قطعناه لمكعبات صغيرة، هنحطه جوا جوز الهند. بص على ده، شكله رهيب. تمام، هنطلع السطور، هنقطع الليمونات دي. جاهز؟ تمام. اعصر كله جوه. كل الحموضة اللي في الليمون ده هتسوي كل اللحمة والسمك. الليمونة دي مليانة عصير. عندنا السيفيتش الجميل بتاعنا بتسوى في جوز هند مع ليمون على جزيرة مهجورة. يعني ايه ده؟ دي لحظة الحقيقة. السمك بتاعنا هنا بقاله بيتسوى تقريبا من 15 ل 20 دقيقة. زي ما انت شايف لونه بقى أبيض وجميل، ده معناه ان الحموضة اللي في الليمون سوت السمك كله أبيض وجميل. يلا بينا ناكله. اللحم متماسك جدا، فعلا طعمه حلو قوي. هو يعني في سنة مطاطية كده، بس مطاطية لذيذة بجد. اللحظة دي هي فعلا حلم اتحقق. عندنا سمك جوز الهند بالليمون، واحنا قاعدين على الشاطئ ومرتاحين في الجزر دي، والعصافير حوالينا في كل مكان. يوهو! احنا بناخد شوية طاقة يا جماعة قبل ما نرجع تاني ونشوف هنعمل ايه في العشاء. لازم تجربوه. عادة هم مش بيحبوا السمك الني. انت بتحب السمك الني؟ لا. انت بتحب ولا لا؟ لا، خليك صريح. واو. انت مش عارف. هو رايح على المية عشان يبصقها. كل الأولاد الإندونيسيين المحليين بيكرهوا السمك النني. ليه مش بتحبه؟ ده طازة قوي. واو، الأولاد دول مدللين زيادة هنا. كل اللي بيأكلوه هو تونة، سن الكلب، وماكريل في كل وجبة، مش كده؟ تمام، احنا هنسمي المكان ده نارنية. ده اللي هنسميه دلوقتي. هنا الأحلام بتتحقق. تيجي هنا وتعيش تجربة مجنونة، وبعدين لازم ترجع للواقع. احنا راجعين تاني للمحيط الازرق العميق. عايزين نشوف لو نقدر نصطاد وحش. هنبدأ نصطاد بالرمح. محتاج اثبت نفسي بالرمح اليدوي ده. عايز اشوف لو اقدر اجيب حاجة كبيرة للعشاء يا جماعة. فعلا عايز اتحدى نفسي. يلا بينا. حاسس بطاقة دلوقتي، حاسس اني قوي. شكلي جامد جدا. بعيدا عن شعري شكلي زي مانجا متاكل نصها، بس هنكمل برضو. يلا بينا يا جماعة. بصوا كده، لسه السمكة دي حرفيا طارت وخبطت في ظهري. شكلها لطيف قوي. بصوا عليها يا حبيبتي الصغيرة. هنشوف اذا كانت هتعيش ولا لا. امشي من هنا يا صاحبي. لا. اهو راح هناك. ايوه عش. طيب بصوا على الجهاز الغريب ده يا جماعه. معانا الرمح بتاعنا هنا، وانا فعلا ربطته في بكره الحزام بتاعتي عشان هشوف لو اقدر الاقي سمكه ماكريل كبيره او يمكن تونه سن الكلب، واشوف لو اقدر اصطادها بالرمح الطويل ده. مش عارف اذا كان ده ممكن، بس هنجرب. معانا 50 متر من الحبل هنا، فاول ما اضرب الحبل ده هيتشد. يا رب ما يشدنيش تحت الميه ويغرقني، بس لازم نجرب ونشوف. يلا بينا، ايه رايكم؟
جي تي جميل. هنا وقت الغروب، سمكة فعلا مذهلة زي ما شفتوا، كان في نص المية تقريبا، وأنا حرفيا وجهت الرمح الطويل عليه وضربته على طول. يا راجل هو قوم جامد جدا، كان هيشدني معاه، وكمان اصطادنا السمكة الجامدة دي. دي زي سمكة سنابر فينجر مارك يا جماعة. هي شبه سمكة مانجو جاك بس فيها اختلاف بسيط، ودي من أطيب الكائنات في البحر، فالسمكة دي هتكون الرفيق المثالي. هنقدر نطبخها يا إما النهاردة بالليل يا بكرة الصبح. النور بيقل جامد. زي ما انتوا شايفين الشمس بتغرب دلوقتي ورا الأفق. الوقت بيجري مننا، لازم نرجع بسرعة للمكان اللي هنبات فيه النهاردة، فهنحط الحاجات دي في التلج. حنستنى لحد ما نرجع هناك وبعدين حنتصرف معاهم. انتوا شفتوا سمكة جي تي كانت بتشدني جامد يا جماعة. حسيت اني زي واحد مربوط بسلسلة وكورة حديد وبيسحبوني حواليهم. مش عارف اذا ينفع اقول كده. انتوا فاهمين قصدي؟ كنت بتسحب حوالين المكان، ما كنتش عارف. هي كانت بتشدني لتحت، كنت بحاول اتنفس او اطلع شوية هوا بس ما قدرتش، ما كنتش عارف اعمل ايه، ما كنتش عندي اي سيطرة على الموقف. السلسلة والكرة الحديد يا حبيبي. تمام يا جماعة، احنا لسه واصلين الشاطئ دلوقتي وكل حاجة ضلمة تماما ومبلولة خالص، مفيش اي فرصة اننا نولع نار النهاردة. فاللي هعمله اني احاول ادفن نفسي كده وارتاح. معانا السمكة اللي ممكن نفطر بيها بكرة، وعندنا يوم جديد حيبدأ، تحديات جديدة، أماكن جديدة، وأنا شوية قلقان. هشوفكم بكرة الصبح بدري في يوم جديد تماما. يلا بينا يا جماعة، يلا. بصوا على ده دلوقتي، المية هادية وملاسة زي الإزاز يا جماعة. احنا بس ماشيين وسط الجبال دي، بجد حاسس اني في عالم افاتار، مش مصدق. يلا هرقص مع مين دلوقتي؟ هاي يا نهار أبيض. بص على المية دي دلوقتي، في سمك في كل حتة. صباح الخير يا جماعة، وده اليوم التاني. دلوقتي احنا وصلنا الشاطئ ده وهنجهز سمكة علشان نطبخها اللي اصطادناها امبارح. هنفطر فطار كويس عشان النهاردة عندنا تحديات جديدة وسلاح أصعب كمان يا جماعة. احنا وصلنا الجزيرة الرملية الصغيرة دي في نص اللامكان. دلوقتي يا جماعة الوقت سرقنا امبارح بالليل وما كانش عندنا وقت نطبخ الأكل بتاعنا، فقررنا إننا هناكله على الفطار الصبح ده. لازم ناخد طاقة قبل ما اليوم الجديد يبدأ. على فكرة ادينا الجي 2 لواحد من العيال المحليين اللي كان سايق بينا امبارح، كان فرحان بيه جدا. معانا سمكة موزيس بيرش الجميلة دي اللي هناكلها على الفطار، والنهاردة الموضوع هيبقى أصعب يا جماعة. معانا سلاح جامد جدا وعايز أوريهولكوا، بس الأول يلا نولع نار على الجزيرة الرملية دي في نص اللامكان دلوقتي ونجهز كل حاجة عشان نطبخ. أنا جعان جدا. المكان ده فعلا مش طبيعي يا جماعة. احنا فعلا جبنا الخشب ده من المكان اللي كنا فيه امبارح بالليل وجبناه للجزيرة الرملية الجميلة دي، هنحطه هنا دلوقتي. اللي بعمله هنا يا جماعة إني بس ببني حفرة للنار. اللي هعمله إني هرص كل قطع الخشب دي فوق بعض، وبعدين هاخد شوية من الحطب الصغير ده وأحطه تحتهم، والمفروض إن النار تمسك بسرعة. الجو هنا ناشف جدا على الجزيرة الرملية دي. يلا بينا.
استغرق منا وقت شوية عشان نشعل النار دي، بس أخيرا قدرنا نولع نار على الشريط الرملي المهجور ده في نص اللامكان. يا سلام، ده جامد جدا يا صاحبي. طيب هنبدأ نطبخ السمك بتاعنا. أنا جعان جدا دلوقتي، مش هنضيع وقت، هنرمي السمكة دي على النار على طول، ما عنديش طاقة خالص. كل اللي أكلته من امبارح شوية صغيرين من السيفيتشي ده، زي ما شفتوا ما تعشتش امبارح خالص، فمحتاج أفطر دلوقتي. عندنا السمكة الجميلة بتاعتنا هنا، يلا نغسلها شوية. يا سلام، سمكة جميلة فعلا، هنرميها على النار على طول، دي هتبقى فطارنا. لازم نشيل كل السوائل من على السمكة دي. مش عايزين نطفي النار عشان ده كل الحطب اللي معانا هنا على الضفة الرملية دي، هنحطها على طول فوق النار. بصوا كده عليها. في احسن من كده يا جماعة، بس واحنا بنسوي السمكة هوريكم السلاح اللي هنستخدمه في الصيد. طيب دي لمحة بسيطة عن السلاح اللي هنحتاجه لبكرة. بينج. تقريبا في شوكة صغيرة في آخره، إن شاء الله تعدي في الحيوان وتعلق فيه من هنا. وببساطة الطريقة اللي بتعمل بيها كده انك تدخلها في الفتحة وتطلعها من الناحية التانية كده بالظبط. بتدخلها جوا وبعدين تمسكها وبعدين تمسك بإيدك كده وتسحب وبعدين تصوب على السمكة أو أي حيوان وتسيب. بوم. ده إن شاء الله هيكون الطريقة اللي هنجيب بيها أكلنا. ده كل اللي معانا علشان نصطاد أكل الليل النهاردة وصبح بكرة. أنا متحمس استخدم ده. هنهجم على الأكلة دي بسرعة وبعدين هنجهز نفسنا وهننزل على طول المية ندور على شعاب مرجانية صافية وواضحة، وإن شاء الله نصطاد شوية سمك هناك. بوم. يا راجل، ده هيكون ممتع قوي نصطاد بيه الحيوانات. أيوة، شكلها كده استوت خلاص. ايوه، اقلبها بسرعة كده بالظبط زي ما بنحبها، متفحمة وجاهزة تدخل البطن. السمك ده هنا اسمه موسى برش، وهو من عيلة السنابر، وده معناه ان ليهم قشور كبيره وجلد خارجي قوي جدا، وده بيخليهم مثاليين انك تحطهم على النار على طول. سمك تاني زي الماكريل والحاجات دي مش هتحب ترميه على النار كده، جلدهم طري جدا. فده هنا اول ما اوريك شكله لما نشيل الجلد هتتبهر يا صاحبي. زي ما انتوا عارفين تليق بالملكه. هقعد بس على الجزء الصغير ده هنا، استنى اكل يجهز. ده اللي بنسميه عيشه يا صاحبي. انت بتهزر؟ كله يكتب دروبر في التعليقات دلوقتي. فعلا تحت هنا وانا بطير الدرون. يا سلام، ممدد تحت الشمس، بس في شعاب مرجانية من أروع ما شفت في حياتي يا رجل. وفي فعلا سمك الكورال تراوت بيبص للكاميرا. الموضوع جنان، شكله مضحك جدا من الدرون، شكلي كأني ممدد على الشاطئ ميت. يا سلام على اللي بتعمله عشان تلاقي شوية ظل على لسان رملي في نص الدنيا. خلاص خلصنا تصوير بالدرون، يلا ناكل السمكة دي وبعدين نجهز نفسنا ونطلع نصطاد تاني. يلا بينا يا جماعه، اظن السمكه بتاعتنا خلاص جربت تجهز. هناخدها وننزل بيها لحد الميه ونجربها. ايه رايكم؟ بصوا عليها. انتوا فعلا سامعين الحرق ده؟ ده كان جلدي. يا سلام. كنا تقريبا هنضيعها واضطريت احطه في الميه. لا، بص على اللحمة، لونها أبيض وجميل من تحت. بص على قطعه اللحمه الجميله دي. واو، بيقولوا إن أقصر طريق لقلب الراجل هو معدته. وخليني أقول لك إن السمكة دي خطفت قلبي دلوقتي. ده مش معقول يا راجل. يوهو. بص عليها. واو، ده يثبت لك ان مفيش حاجه في المحيط بتروح هدر. احنا حرفيا لسه مخلصين على السمكه دي وكل السمك بيهجم عليها وبياكلها. يلا بينا نجهز نفسنا نشوف هنغطس فين وندخل الميه. يلا بينا يا باشا.
احنا عملناها يا راجل، جبنا سمك. يا نهار ابيض، كان صراع مرهق جدا. كان هدفي اشوف لو اقدر اجيب تريفالي او حاجه زي كده، والحاجه دي حرفيا خدت الرمح بتاعنا. انتوا شفتوني وانا ضربته في نص الميه وهو فجاه اتجنن خالص. فاللي قدامكم ده احنا بنسميه هامور احمر الفم. تقدروا تشوفوا جوه بقه لونه احمر فاقع، وبيستخدم البق الكبير ده زي ما انت شايف كده، وبيشفطوا كل الفريسه بتاعتهم. فالسمكه دي هتبقى ممتازه على النار. احط السمكه هنا وهقطعها. انا بس عايز اقطعها قطع كويسة عشان الطبخة دي. كده تمام. اول قطعه تمام. لسه جبت ورقه موز كبيره من الغابه، هناخدها على الجزع ونجهز السمكه بتاعتنا عشان ابدا اشيلها كده واحده واحده. هنستخدم الحافه دي من ورقه الموز. هناخد قطعه من اللحمه بتاعتنا وبعدين هنلفها زي طرد صغير كده زي ما انتم شايفين. عندي عرق ورقه الموز هنا. هنستخدم ده علشان نربط الطرود الصغيره بتاعتنا. جهزنا الطرود بتاعتنا علشان تتحط على النار. تمام. هجيب شويه من الحطب الصغير ده ممتاز. جبنا خشب اكبر. تمام. رصينا كل الخشب ده. هو بيولع ببطء، هو مبلول شويه علشان جاي من مكان الميه العالي. هنستنى عليه شويه لحد ما ينشف. عشان كده شايف الدخان طالع كتير كده. هاي اول محاولة انا جبتها. ده بجد اكتر حاجة مش مصدقها شفتها في حياتي. انا حرفيا قاعد جوه الصدفة دي كأنها بيت صغير ليا على الشاطئ ده. هجيب ده. تمام، احنا ولعنا النار هديت شويه كويسين. عندنا جمر كويس تحت. انا رحت جبت شويه خشب اخضر هنحطهم على طول فوق النار. وبعدين عندنا الحاجات الصغيره اللي محضرينها هناك. هنحط دول على طول فوق. احنا فعلا استخدمنا كل حاجة حوالينا عشان نعمل أظرف جهاز طبخ صغير. اللي عايزينه دلوقتي ان ما يبقاش فيه لهب. احنا بس عايزين البخار يطلع كويس من الجمر ده، وده بالظبط اللي حصل. زي ما انت شايف البخار بيطلع بهدوء. هنوريك دلوقتي حيلة من حيل البقاء، ازاي تحول ده لوجبة جامدة. اول حاجه يعملها انه هيقطعها من النص كده على طول، ومن هنا هو فعلا هيعمل معلقه زي ما انتم شايفين، وكل اللحمة موجودة هنا. طلع اللحمه. انت عارفين اني كنت في الجزر دي؟ اي حد كان بيتابع السلسله دي تقريبا اخر 12 يوم عارف انها كانت واحده من اغرب التجارب في حياتي. فضلي كام يوم بس هنا قبل ما ارجع استراليا. يا جماعه، في حاجات مجنونه بتحصل في استراليا، ونفسي فعلا تتابعوني لأن اللي جاي هيكون جنان وهيخليكوا مش مصدقين. فلو لسه ما تابعنيش روح على انستجرام بتاعي وتابعني هناك، لاني هعرض شويه حاجات مميزه. بس انتوا هتشوفوا كل حاجه بالتفصيل على قناه اليوتيوب. انا فعلا بحبكم جدا، والحياه دي ما كانتش هتبقى ممكنه من غيركم. فلو في حاجه اقدر اقولها هي شكرا جدا على دعمكم ليا. من البداية أنا اشتغلت جامد جدا، وعارف أنكم كنتوا جزء من الرحلة دي على مدار السنين اللي فاتت. بس أنا حاسس أني محظوظ جدا دلوقتي أني أقدر أعيش الحياة دي وأخدكم معايا وأعمل محتوى. ده فعلا أكتر حاجة بحب أعملها، هو ده الأفضل. احنا هنستمتع بالأكلة الجميلة دي على الجزيرة المهجورة دي. يا رب شكرا. هي عصريه جدا. بصوا اللحمه شكلها عامل ازاي، مستويه على البخار بطريقه مثاليه. هقطع حته صغيره من ظهرها. هي فعلا بتتفك لوحدها. بصوا كده. واو، يلا بينا نجربها. الطعم ده زي لبن الام من السما، بجد مش طبيعي خالص. طيب السمكه دي تريفالي، هديها 7 من 10. يلا نجرب دي سمكة الجروبر هنا. اللحمه شكلها اطرى بكتير من التريفالي. لازم ادي الجروبر 9 من 10. بصراحة احسن من التريفالي ب100%. اكلت الاكلة دي وحاسس اني مبسوط جدا دلوقتي، فعلا حاجة رهيبة. اللي هنعمله دلوقتي اننا هنطلع على المركب ونشوف هننام فين النهارده، وبكره التحدي هيبقى اصعب في اليوم الثالث. لما تشوفوا انا هعمل ايه بكرة هتتجننوا. يلا نركب المركب، يلا نروح المكان اللي هنبات فيه وهنخيم هناك. بص عليهم كلهم. ايوه يا صاحبي، يا ساتر كنت هقع من قدام المركب. بص عليهم. ايوه يا رجاله، في كميه مهوله هنا. الموضوع جنان يا راجل.
رجعنا تاني على الأرض وكان عندنا يوم من أكبر الأيام يا جماعة. كان يوم تقيل جدا، وأخيرا وصلنا للمكان اللي حنقعد فيه النهاردة. المكان ده رهيب، مش قادر استنى أوريكم كل حاجة. حاسس إني كويس دلوقتي بعد ما أكلت. عندنا ليلة كبيرة قدامنا، وبعدين بكرة الصبح يا جماعة الدنيا هتولع أكتر. هشوفكم بدري الصبح بكرة، الأمور هتصعب أكتر. وبالنسبة للأسلحة بكرة خلينا نقول بس إن التحدي هيكون كبير جدا. صباح الخير يا جماعة، واحنا صحينا في واحد من أكتر الأماكن الخيالية على كوكب الأرض. دلوقتي بنجهز الشنطة. هنركب مركب وهنقابل شوية صيادين من القبائل هنا في القرية اللي بيعملوا حاجات من أغرب الحاجات اللي ممكن تشوفها. والنهاردة يا جماعة مش هننزل البحر كتير، هنروح جوه الغابة الداخلية ورا حيوان مجنون. تمام؟ أظن حننزل في مكان هنا، وبعدين حنبدأ نمشي في الغابة المطيرة ونشوف إذا كنا حنلاقي أي لحمة. العيال هنا دي تقريبا حياتهم، ما عندهم سوبر ماركتات ولا عندهم مزارع ولا عندهم أي حاجة. الطريقة الوحيدة اللي بيجيبوا بيها لحمة طازة يا إما من البحر يا إما من الغابة. فده اللي احنا رايحين له دلوقتي. يلا نروح ندور على أكل في الغابة. يلا نمشي ورا العيال المحليين دول، يلا بينا. دايما بنبهر جدا من إن الناس هنا عارفين بالظبط يروحوا فين. يعني لو كنت هنا لوحدي كنت حضيع 100%. كل حاجة موجودة هنا، في تعابين، عناكب وحشرات بتقرصني من كل ناحية. بس أنا عايش عشان الحاجات دي. تمام زي ما انت شايف الولد المحلي ده هنا هو فعلا جهز الفخ ده، والفخ مربوط في الشجرة دي وبينزل لتحت، ولما الخنزير يقف عليه الفخ يمسك رجله، وبعد كده يقدروا يرجعوا ويمسكوه. اغلب الناس بيروحوا السوبر ماركت ويشتروا لحم خنزير مقدد طازج، لكن بالنسبة للأولاد دول هنا مفيش غير طريقة واحدة يجيبوه بيها. خلي بالك من الخنزير. بصوا هنا يا جماعة، يا نهار أبيض، عمري ما شفت حاجة زي كده. الناس بتقول إنهم بيخافوا من الحشرات، ده فعلا هزار يا راجل. يعني وانت في الغابات دي الحشرات بتبقى ماشية عليك في كل حتة تروحها، بتتعود على كده. كل اللي بتتمناه إن ما يكونش في واحدة منهم خطيرة تضربك ولا حاجة. بص على ده، أنا قلت لك إن الموضوع هيبقى أصعب من هنا ورايح. ده جمجمة حيوان من نوع معين، شكلها كده خنزير يمكن، مش متأكد 100%. واحد من العيال هنا لقاها. بيتسلقوا الصخور في الغابة وهم بيدوروا على أكل. واو، احنا فعلا بنشتغل عشان وجبتنا النهارده، ده اكيد. في صياد تاني سايب الفخ هنا واصطاد خنزير ولسه ما جاش يشوفه. في سحالي كبيرة هنا بتيجي فعلا تاكل كل اللحمة. بص على ده، لو وقعنا هناك احنا ميتين 100%. ده فعلا أسوأ كابوس عندي. احنا نازلين من الحافة دي وفي ريحة وحشة جدا. خنزير ميت، دود، كل حاجة. ده أسوأ حاجة. يا نهار أبيض، دي كانت أوحش ريحة شمتها في حياتي. لو ما اشترتوش دلوقتي حالا يبقى عندكم مشكلة. روح اشتركوا، ده فعلا مستوي. فين الخنازير يا شباب؟ لو ما لقيناش خنازير هنضطر نلاقي أي أكل تاني. أنا بعرق زي تمساح في مصنع شنط دلوقتي. أنا لازم أخرج من الغابة دي فورا. تمام، احنا وصلنا دلوقتي لحد المية، والشباب قالوا إن في تماسيح هنا ولازم نخلي بالنا. بصيت له وقلت له مش فارقة معايا يا صاحبي، التمساح ممكن ياخدني يخلصني من كل الألم والمعاناة اللي مريت بيهم في الغابة دي. فين التمساح؟ تعالوا خدوني يا شباب، ما عنديش حاجة اديها لكم. أنا فعلا ضعيف جدا دلوقتي. الحمد لله إنهم جم خدونا من الغابة، إحنا خارجين من هنا خلاص. العيال بيضحكوا ورا، هم عارفين إحنا مرينا بإيه لسه حالا. ياه، ده كان مستوي فعلا يا راجل. أنا قلت لك مش هستسلم، مستحيل أجوع النهاردة. فأنا فعلا استنيت الشمس تغرب ورا الأفق. كنت فعلا تعبان جدا بعد الغابة دلوقتي، بس معانا العيال المحليين وبنزق المركب في المحيط الأزرق العميق.
احنا رايحين نصطاد ايه يا اخويا؟ نصطاد الكركنت. احنا رايحين نصطاد الكركان بالليل يا جماعة. كل اللي معانا هو ايدينا عشان نصطاد الاكل، بس هنغطس بالليل ومعانا كشافات. يلا بينا، احنا جاهزين. ده كانه فيلم الرعب دلوقتي، بس احنا هنجيب كركند يا جماعه. مفيش حد هيمشي النهارده من غير ما يجيب كركند او اي حيوان تاني. انتوا عارفين اني هخلص التحدي ده بقوه. تمام، انا بسأل الولاد المحليين، احنا رايحين فين النهارده بالليل يا اخويا؟ فين هنروح نصطاد؟ هنروح مكان السري. مكان سري، تمام. احنا رايحين للمكان السري بتاع الكركند. واضح اننا ما اصطدناش اي اكل النهارده. اضطريت اتعب في الغابة، ما اصطادتش خنازير، ما جبتش حاجة يا اخويا، فلازم نلاقي اي نوع اكل. ماشي؟ ماشي. هنط في الميه بالليل، وواحد من العيال المحليين معاه السلاح ده زي ما انت شايف. هو حرفيا مجرد قطعه خشب وعليها طرف حد كده، واللي بيحصل غالبا انهم بيدوروا على السمك وبعدين يطعنوه كده. والسمك هنا فعلا بيكون نايم بالليل. يلا بينا ننزل يا جماعة نشوف لو نقدر نجيب أكل. احنا عملناها يا راجل. اللي حصل تحت كان جنان فعلا. شفت الاولاد المحليين وهم معاهم ادواتهم البدائيه فعلا بيطعنوا السمك كده. الموضوع جنان يا صاحبي، حاجه مجنونه. وكمان جبنا الكركند، فشكرا ليكم يا شباب، انقذتونا. تمام يا جماعة، الوقت متأخر جدا دلوقتي. هشوفكم بكرة الصبح بدري عشان أوريكم بالظبط إحنا اصطادنا إيه. الشباب مبسوطين، احنا معانا اكل يا باشا. صباح الخير عليكم يا جماعة. صحينا من البنجلو بتاع الشاطئ واحنا فعلا عملناها يا رجالة. امبارح كان يوم صعب جدا، كنت بعاني جامد عشان الاقي اي نوع اكل، بس احنا عملناها يا رجالة. طيب هوريكم الحيوانات اللي اصطدناها، شكلهم جامد جدا، انا متحمس اوي دلوقتي. طيب في الآخر اصطادنا استاكوزتين حلوين. بصوا هنا، دي فعلا زي الاستاكوزا الملونة، تقدروا تشوفوا جسمها عليه علامات جميلة جدا. وهم بيعتقدوا ان دي فعلا مرسومة من الآلهة، ودي واحدة من اطيب الحيوانات في البحر. وكمان اصطادنا ده يا جماعة، بصوا كده، دي استاكوزا مسطحة غريبة جدا، شكلها شبه قرص أو حاجة زي كده، وكانت بتتنطط في المية كده. الاستاكوزا دي زي ما انتم شايفين قشرتها طرية جدا. عادة بتكون قشرتها ناشفة جدا، وده معناه انها لسه مغيرة قشرتها قريب وبتعدي بمرحلة تغيير القشرة. لما بتكبر بتغير قشرتها القديمة وبتطلع لها واحدة جديدة، وده اللي بيسمح لهم انهم يكبروا اكتر واكتر. انا هحط السكينة في لحم الديل وهبدأ الف حوالين الديل بهدوء علشان اطلع اكبر كمية لحم ممكنة. شوف كده، ده كله لحم الكركند الجميل. هشيل الجزء ده من هنا، ده فعلا المكان اللي الفضلات بتخرج منه. وعايز اقول لك على الفطار هنعمل ساشيمي الكركند. عارف ان في ناس كتير هتستغرب وتقول ليه تاكل ساشيمي الكركند،
بس هنا في الجزر دي يا جماعة أنا محتاج أي طاقة أقدر عليها، وهنهجم عليه. فهقطع حتة صغيرة من اللحم. اللحم فعلا لونه ابيض ولامع، بص كده. يلا بينا ساشيمي كركاند، يلا نجربه. بصراحة الطعم مش طبيعي، حلو جدا. اللي هعمله دلوقتي اني هدي الاستاكوزا المسطحة دي للناس المحليين هنا، لاني عارف انهم مش بياكلوا كركند كتير، والولاد هنا كانوا بيساعدونا طول الرحلة، فبجد انا مقدرهم جدا وهديهم الكركند ده. انتوا عارفين ان بقالي كام سنة هنا في اندونيسيا، بس ده بيفتح فصل جديد في حياتي. هشوفكم تاني في استراليا، بحبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.